مرحبا الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. بعد الهزيمة ضد الاتحاد المنستيري قرارات فورية وعاجلة في الترجي التونسي كما قلنا بهزيمته من الاتحاد المنستيري بدأ أمل ملاحقة المنافسة على لقب البطولة يتلاشى من أمام الترجي التونسي، وأصبحت الوضعية صعبة للغاية لإنقاذ الموسم، خاصة وأنه الفريق في انتظاره مباريات حاسمة منها ملاقاة النجم الرذيل السحلي في سوسة، والنادي الإفريقي في رادس، والنادي الصفاقسي في تونس. وقد كده منح الطاقم الفني بعض اللاعبين فرصة أخيرة قبل اتخاذ قرارات جديدة استعدادا للبطولة العربية التي تظل المسابقة العربية سينزل فيها الترجي بثقله من أجل إنقاذ الموسم من القرارات اللي باتت مستعجلة وتشكلت لدى المشرفين على الفريق هي منح الثقة لوجه جديد في حراسة المرمى في ظل غياب معز بن شريفية، ومن المنتظر أن يكون الحارس الاحتياطي القادم للترجي التونسي التعويل على بعض الشبان من صنف النخبة في أماكن معينة، خاصة منها الهجوم والدفاع، إحالة بعض اللاعبين على صنف النخبة إلى حين النظر نهائيا في وضعية متاعهم، التقليص من عدد الإطارات الفنية المرافقة لفريق الأكابر، تسليط عقوبات مالية على اللاعبين إزاء المردود المحير لهم، السعي إلى إيجاد صيغ إعارة والتفريط في بعض اللاعبين، عدم التجديد لنجوم الفريق، والمكلفين على النادي أموال طائلة على غرار كوليبالي والهوني وأنيس البدري.